ما كانتش حاجة حلوة، ما كانتش حاجة حلوة انك تعيش في الحياة من غير اليقين ده. ليه ما كنتش بعرف ادعي؟ كنت مكسوفة في الوقت ده من حياتي. انا ما كنتش قريبة من ربنا كفاية، ما كنتش بعمل اللي عليا كفاية في العبادات، كنت مقصرة جدا. فكنت حاسة ان انا طالما مش بقدم يبقى ما ينفعش اخد. فكنت بتكسف ان انا ادعي ربنا باللي انا عايزاه. يعني دي نظرية مغلوطة جدا جدا جدا. انا اصلا ما كنتش عارفة انا عايزة ايه، ما كنتش عارفة أنا محتاجة إيه في الحياة. فكنت بقول يا رب أنت عارف، يا رب أنت قد إيه، يا رب أنت عارف أنا تايهة قد إيه، أنا قد إيه مش عارفة أنا عايزة إيه. يا رب أنت عارف أنا اللي أنا مش عارفاه عن نفسي، فيا رب أنت قادر. الدعاء ده كان تسليم، بس مش 100%. يعني اللي هو توكلي عليك يا رب وخلاص، من غير ما ابقى حاساه فعلا. فلان انا كنت تايهه جدا في حياتي، عمري ما كنت حاطه لنفسي اهداف واضحه، خطط واضحه. فعمري ما كنت عارفه بجد بجد انا عايزه ايه، عشان لما اجي ادعي ربنا اقول يا رب اديني دي، يا رب انا عايزه دي. ما كنتش عارفه اصلا انا عايزه ايه. كنت بخاف اتعلق باحلامي، كنت بخاف لما اقعد اكررها في الدعاء والح عليها افضل متعلقه بيها اكتر واكتر واكتر، وما تجيش فازعل. وفي الواقع اللي كان بيحصل العكس تماما. سبب كمان هو ان انا ما كنتش فاهمه او مدركه يعني ايه يقين بالله سبحانه وتعالى. عارفه ان ربنا قادر على كل شيء، بل هل انا كنت مدركه ومتيقنه وعندي اليقين الكامل ان ربنا قادر على كل شيء؟ لا، ما كانش عندي اليقين ده. عارفه ده وكمسلمه فاهمه ده، بس ادراكه واليقين بيه كانت مرحله تانية خالص خالص في علاقتي بربنا. عدم اليقين كان حاجز كبير بيني وبين الدعاء. ما كانتش حاجه حلوه، ما كانتش حاجه حلوه انك تعيش في الحياه من غير اليقين ده. فاليقين لما جالي او لما لقيته او لما ادركت قدره ربنا سبحانه وتعالى، ادراك حقيقي، دماغي الفكره دخلت جواه وعششت وريحت. ربنا قادر على كل شيء، شفتها بعيني، حسيتها بقلبي. لا، انا ازاي ما سلمتش امري لله من زمان. واخر سبب هو عدم الاستحقاق. الاحلام اللي انا عايزاها ما كنتش شايفه ان انا استحقها، كنت نفسي فيها بس كنت حاسه طول الوقت انها بعيده قوي قوي عليا، اكبر قوي مني. عوزي براحتك، كلها طموحات واماني، اطمحي احلمي، بس هل انت فعلا تستحقي الحاجه دي؟ لا. رغم اني كنت بسعى لها، رغم ان انا كنت بقول للناس كلها انا في يوم من الايام هحقق، بس من جوايا برضو ما كنتش مصدقه ان انا استحق اوصل للحاجات دي. فبرضو احساس عدم الاستحقاق كان بيخليني مش قادره ادعي. وانا هدعي ازاي بحاجه انا شايفه ان انا ما استاهلهاش؟